كلام أهل السنة يكثر كلام أهل السنة في أصحاب الجمعيات الخيرية، ولم نرى منهم إلا حفر الآبار وبناء المساجد ومساعدة المحتاجين. طيب هذا شيء طيب يا أخي، فما هو السبب المقنع لهذا التحذير؟ أنت تقصد بقولك يكثر كلام أهل السنة يكثر كلام علماء أهل السنة، حتى يكون السؤال قوي. علماء أهل السنة يتكلمون في هذه الجمعيات. هذا يؤكد لنا ما قاله العلماء والسلف، أن العالم يدرك الفتنة في أولها، مع أن ظاهر الفتنة هذه أو ظاهر هذا الأمر ليس إلا الصلاح والخير، وكما ذكر السائل حفر آبار والصدقة على الأيتام، لكن في حقيقتها حذر منها العلماء. لماذا؟ لأن هذه الأمور إنما هي ستار يستر هذه أو يستر الولاء والبراء الحقيقي لإنشاء هذه الجمعيات. يعني أذكر كلمة قديمة للمشايخ دائما يقولون: أين هذه الجمعية التي هي خيرية؟ يأتون بها، يأتون بالجمعية إذا فيها يعني رؤوس المبتدعة ورؤوس الحزبيين الذين هم في حقيقتهم إما على طريقة الإخوان المسلمين وإن لم يصرحوا بذلك، أو على طريقة السرورية، أو على طريقة كذلك الحزبيين وسيد قطب. فتجد الولاء والبراء إنما هو على هذه الحزبية الضيقة. من كان معنا هذا أخونا يعطى من الأموال وينفق عليه، ضدنا ما وافقنا على ما نحن عليه هذا يشدد عليه ولا يعطى درهما ولو كان من أفقر الناس. نحن نعرف بعض الأسر كانوا مع الإخوان المسلمين وحضروا دروسنا وحضروا كذلك يعني بعض الجلسات، استفادوا وانتفعوا، عرفوا حقيقة الإخوان، تركوهم وهم في فقر، والله فقراء وفي أحوج ما يكون إلى المال، فقطعت هذه المساعدات. شيء من الزيت، شيء من السكر، من الأرز، ما في لكم ولا حبة رز. لماذا؟ أنتم صرتم الآن مع هؤلاء السلفيين، تركتمونا. إذن القضية في حقيقتها ولاء وبراء، من كان معنا أعطيناه ومن لم يكن معنا ولا يعطى له شيء. ثم تنظر من علماءكم، من شيوخكم؟ حسن البنا وسيد قطب والتلمساني ويعني حسن الهضيبي والقرضاوي وإلى آخره من الإخوان المسلمين، يثني عليهم ويذكرهم بخير، وهؤلاء علماء الأمة. طيب يا أخي الشيخ بن باز ما يفقه الواقع وعنده شيء من الدخول على السلطان وفي إرجاء، مسكين أعمى لا يصور له المسائل. وابن عثيمين كذلك من علماء السلطان، وضرب على علماء السلفية، ضرب. ربيع هذا مسكين أيضا ما عنده الكلام في الناس، ما ترك لنا أحد، وما ترك عالما من علماء السنة إلا ويطعن فيه. ولهذا كما قال أحمد: الولاء والبراء هو في ماذا؟ في الحب والبغض. تجده يحب البدعة وأهلها ويبغض السنة وأهلها، ولا يهتمون بالسنة في أنفسهم وفي يعني هيئتهم، لأن هذه عندهم قشور وهم لا يهتمون بالقشور. اللب أمريكا، الدولة الفلانية عميلة لأمريكا، والدولة الفلانية عميلة كذلك للحاكم الفلاني، وتكفير في تكفير في تكفير. هذه حقيقتهم، هذه حقيقة الجمعيات. الآن بارويس، علي بارويس الذي يقود هذه الجمعيات، التكفير من تحت قدمه ومن تحت رجله، ويأتي الشباب المغرر بهم الصغار يتعلمون عليه أو يدرسون عنده فيخرجون وهم تكفير 150%، ليس 100%، وإن كان يتستر وإلى الآن يتستر. هؤلاء اسألهم: من مشايخكم، من علماءكم؟ سيد قطب بصوته. سألته امرأة عن سيد قطب فقال: من علماء المسلمين مثل الحافظ ابن حجر والنووي، أليسوا وقعوا في أخطاء؟ سيد قطب مثلهم وقع في خطأ. إذن هذا هو، يأتون إلى أهل البدعة وأهل الشر والضلال ويصورونهم هم الأئمة، هم العلماء، هم الذين يفقهون الواقع. وإذا قيل والله عنده أخطاء يا أخي، طعن في الصحابة، لا، أيضا الحافظ ابن حجر عنده أخطاء، والنووي عنده أخطاء، وفلان وفلان عنده أخطاء. فالكمال لله. وصار سيد قطب إمام المسلمين. الذي يطعن في عثمان ويطعن في معاوية وفي عمرو بن العاص ويكفر المجتمعات كلها في زمنه، يصوروه أنه عالم وإمام، بل يقارنونه بحفاظ وأئمة نفعوا الإسلام والمسلمين. هل أهل السنة سكتوا عن الحافظ ابن حجر وعن النووي؟ ما سكتوا عنهم، بينوا أخطاءهم، لكن حفظوا لهم كرامتهم لأنهم علماء أرادوا الحق وكتبوا الكتابات. الآن إذا أردت أن ترجع إلى شرح البخاري، إلى أين ترجع؟
إلى فتح الباري الذي قضى ابن حجر قرابة 25 سنة في شرحه، لن تجد له نظيرا هذا الشرح. حتى لما قيل للشوكاني يعني اشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني عليكم بفتح الباري الحافظ ابن حجر. كنوز، والله كنوز. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يسميه كتاب العلم. إذا ذكر فتح الباري قال هذا كتاب العلم، لأنه قرأه عدة مرات واستخرج فوائده في كتاب نفيس صغير هكذا يقع في 150 صفحة تقريبا، أخرج الفوائد التي فتح الباري. وعنده كتب لا أول لها ولا آخر، تغليق التعليق، وعنده تهذيب التهذيب والتقريب والمطالب العالية، وكتب كثيرة. الإصابة مئات من المؤلفات فقدت. تأتي إلى هذا الإمام الحافظ وتقول هو مثل سيد قطب. سيد قطب كان ملحدا، كان لا يعرف الإسلام، ذهب إلى أمريكا 10 سنتين، سمع بالإخوان المسلمين، رجع إلى مصر، اختلط بهم، ألف كتابات. قالوا الإمام الشهيد، قتله جمال عبد الناصر، فاستحق أن يكون إماما وشهيدا للإسلام والمسلمين. فإذا ذكر سيد قطب ذكرت الشهادة، وإذا ذكر سيد قطب ذكر الهدى والعلم والفكر، كما قال سلمان العودة لما سألوه ما تقول في سيد؟ قال إمام في الهدى، إمام في العلم، إمام في الفكر. هذا كلام سلمان العودة. وكلهم فتنوا بهذا الرجل. لهذا أنا يعني كما قال العلماء إذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء امتحنهم في سيد قطب. وكل من ضل وخالف أهل السنة، أبو الحسن المصري وفلان وفلان، يلمع سيد قطب، له جهود ما يرضى الكلام فيه. يا أخي في كتابه دمار، في كتب سيد قطب دمار. وحفظ الله شيخنا ربيعا الذي كان له الفضل والسبق في هذا الباب، وإن أراد بعض المتطفلين أن ينكروا ذلك. فإذا تكلم عن سيد قطب قال أنا قرأت كتبه، أنا أخرجت هذه الأشياء، أنا الذي والذي. ويأتي مثله صاحبه، قالوا له كيف نقرأ؟ يعني لمن نقرأ؟ قال اقرأ لفلان عصام السناني قد ألف كتابا في سيد قطب، اقرأ له. ونسى كتابات 5 أو 6 مؤلفات للشيخ ربيع. ولهذا قامت قيامة أهل البدع ولم تقعد على الشيخ ربيع، طعنا وسبا وشتما، وكان كأنه وحيد غريب ما معه أحد في هذه المسألة. أول من أدرك خطورة هذا الرجل يقول وأنا في الثانوية، هكذا يقول الشيخ ربيع، وأنا في الثانوية والله كنت أقرأ في الظلال وأرى ضلالا وأرى بدع كبرى في كتب سيد قطب، وهم يوالونه ويعتقدون أنه الإمام وإلى آخره. امتحنهم بهؤلاء، امتحنهم بأهل البدع، وستعرف حقيقة هذه الجمعيات. لما اتضح الإخوان المسلمون لجأوا لهذه السبل وهذه الطرق. إذا كنت لا تدرك هذه الأمور فاسأل أهل العلم، اسأل الأمناء السلفيين عن هذه الجمعيات، فإذا حذروك فخذ بهذا التحذير واستفد من تحذير أهل العلم. فإذا ما أدركت خطورة هذه ادرس العلم، تعلم، ارحل لأهل العلم، وسيأتي اليوم الذي ستدرك تماما وستعرف خطورة هؤلاء. ودائما إذا أردتم أن تناظروا شخصا من الإخوان المسلمين أو سروريا أو قطبيا أو إلى آخره، اضرب في الرؤوس، لأنك لو ضربت في الرؤوس ستسقط الأذناب كلها. تعال إلى كتب سيد قطب، كتب حسن البنا، التلمساني، كلها اقرأ فيها، والله تجد بدع كبرى وتجد ضلالات كان يقول بها المعتزلة ويقول بها الجهمية ويقول بها كبرى الفرق الضالة التي حذر منها السلف، بل بعضهم كفروا. الرافضة الآن يفرحون بسيد قطب. أما تعلمون أن في إيران شارع سيد قطب والطابع الإيراني صورة سيد قطب، ويأتي أحمد الخليل أو الخليلي الذي هو مفتي عمان إباضي تكفيري ينكر الرؤيا ويقول بخلق القرآن، يثني على سيد قطب ثناء عاطرا. ولما قالوا له كيف تطعن في عثمان، لأن الخوارج تطعن في عثمان وتكفره، أجمعت الخوارج على كفر عثمان وعلى كفر علي. قالوا له كيف أنت تطعن في عثمان؟ قال أنا عندي سلف، أنا مسبوق في المسألة. من سبقك؟ الإمام سيد قطب، فإنه قد طعن في عثمان وقال إن الخلافة أدركت عثمان وهو شيخ هرم يتلاعب به مروان، إن الثورة التي أقيمت على عثمان ثورة وفورة من روح الإسلام. يثني على عبد الله بن سبأ اليهودي وعلى الأوباش المنافقين الذين قتلوا عثمان، ويصور هذه الثورة أنها من روح الإسلام وأن عثمان يستحق ذلك، ثم يسب في كتابه العدالة الاجتماعية ويقول في الأخير
ولست شيعيا. يا سلام، لا تظنني رافضي، أنا مش رافضي، أنا سني. هذا سني الذي يطعن في عثمان، والله ما يطعن في عثمان إلا زنديق. نعم، لا يكفره ولا يسبه ولا يهينه ولا يسقط خلافته. اسقاط خلافته كفر، لأنها ثابتة بالسنة، فكيف تسقط خلافته وتثني على الأوباش الخوارج الذين وصفهم النبي عليه السلام بالنفاق، كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه من حديث عائشة قال: يا عثمان إن الله ألبسك قميصا لا تنزعه لا تنزعه لا تنزعه ثلاثا، فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه. ثم قال العلماء: سماهم منافقين، سماهم منافقين الذين قاموا عليه وخرجوا عليه. يكفي. ها؟ يكفي في سيد قطب. طيب، ما هو الجمع بين قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ طبعا الشيخ ربيع اتهموه، والله اتهموه وقالوا حرف كتب سيد قطب ونقل الكلام وهو محرف، وهذه طريقة أهل البدع دائما. إذا رديت على رجل وكشفت عواره أول ما يتهمونك بالبتر، هذا بتر الكلام، هذا خائن، هذا ليش؟ لأن السامع لا سيما الذي يثق بهم يقول بتر، هذا خائن، إذن الخائن لا يقرأ له، خلاص اتركوا هذه الكتب لا تقرأوها. سيد قطب غير في الطبعة 15 والطبعة 16 غير الكلام في الطبعة الأولى، ترك هذا ربيع المدخلي، ترك الطبعات الأخيرة ونقل من الطبعات الأولى. هذه ليست أمانة علمية، عليه أن يقارن بين الطبعات، وهذا الذي فعله الشيخ ربيع. كان يأتي إلى الطبعات ويقارن. اقرأوا كتبه في الحاشية يقول: وهذا في الطبعة الأولى، أما في الطبعة الخامسة قال كذا، أما في الطبعة السادسة قال كذا. أخ مصري التقيت به في المدينة، أخ كبير كان مع الإخوان المسلمين ويثق بهم، قرأ كتب الشيخ ربيع، قال: ما هذا الضلال؟ قالوا له: لا، هذه لا تقرأها، هذه فيها بتر، فيها خيانة. أخذ كتب الشيخ ربيع واشترى كتب سيد قطب كلها، قال: خلينا أشوف من هذا الخائن الآن. فصور كل ما يأتي إلى انتقاد، يقول الشيخ ربيع في صفحة كذا، يصور ويأتي ويقارن، هذا كلام سيد قطب، هذا كلام ربيع، نقله. قال: والله أنا جلست معه وهو يحكي لي القصة هذه، يقول لي: والله ما وجدت حرفا واحدا أنقصه الشيخ ربيع أو زاده الشيخ ربيع، بل في الحواشي في الطبعة كذا والطبعة كذا والطبعة كذا. ولهذا صور، أنا أخذت منه المصورة، عندي المصورات هكذا من كتب سيد قطب، كل الضلال والبدع وكذا مصورة في يمكن 100 صفحة. كتاب العدالة الاجتماعية صفحة كذا وكذا، لما يطعن في عمرو بن العاص ومعاوية في كتابه كتب وشخصيات صفحة 242 يقول: إن معاوية وزميله، يعني عمرو، حينما يلجأ معاوية وزميله إلى الغش والنفاق والكذب والخديعة وشراء الذمم، هذه الطعنات في من؟ الصحابة، في معاوية وعمرو بن العاص، نفاق وكذب وخديعة وشراء ذمم، لا يلجأ علي إلى هذا الأسلوب. الرجل الذي يقرأ له وهو لا يعرفه يقول: هذا رافضي، لعله رافضي. وسبحان الله، قبل أيام جلست في مجلس فإذا بشخص يمجد سيد قطب، يقول: هذا الذي رفع إصبعا رفض أن يكتب كلمة اعتذار لجمال عبد الناصر، فكتب لم يكتب هذا الاعتذار فقتل، ورفع وقال: إصبعا أكتب بها الشهادة لا أكتب بها اعتذار للطاغية. قلت له: أين هذه الكلمة؟ أخرجها لي من كتب سيد قطب أو من الثقات الذين سمعوا حتى نعرف أنه قالها أو لم يقلها، هات. قال: هكذا سمعنا. قلت: هكذا لقنتم. سأعطيك كلمة لشخص، لأنه جاء الكلام عن الرافضة، فذكرت له هذه الكلمة ولم أقل له سيد قطب. الشخص يقول: حين يركن معاوية وزميله عمرو، وهو عنده حقيقة غيرة على الصحابة مع أنه عامي، وما تقول عندما يقول حين يركن معاوية إلى الغش قال: لعنة الله عليه، هذا رافضي. قلت له: هذا سيد قطب. لا يا رجال، ايش تقول؟ قلت له: والله هذا سيد قطب. وأعطيها الصفحة والكتاب، كتب وشخصيات صفحة 200. قال: يا أخي نحن خدعنا إذا بسيد قطب. قلت له: نعم أكيد خدعتم. لماذا؟ لكثرة الهالات والمدح والثناء، شهيد الإسلام شهيد الإسلام. فلما تقرأ تجد ضلالات كبرى وصغرى، كل البدع موجودة، كل البدع. عاد لو تكلمنا عن حسن البنا وحسن الهضيبي والتلمساني يعني سنصلي الفجر هنا.